السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا على الحبيب وتعالوا بسرعة كده الحقوني، عيالها هتطفش من البيت علشان خاطر جايبه لهم كده زي ما انتوا شايفين فضلة خيركم راس كده وايه، والكوارع بتاعة الخروف بتاعنا. وبصوا بقى كله كده هربان وطفشان علشان خاطر الاكل اللي احنا هنعمله. يلا بقى صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. واللي مشتركش في دعاء احمد يجي بسرعه يشترك معانا كده. يعني اتمنى من ربنا كده انكم تشتركوا معايا وتبقوا اصدقائي كده. انا نفسي يبقى لي ناس كده واصدقاء ويشاركوني في كل حاجه حلوه كده انا بعملها. وتعالوا شوفوا، عايزه اقول لكم عيالي طالعين داخلين لابسين كمامه، بس بقى كان عندي عزومه حلوه كده واللي انا عازماه يعني كان طالب الاكله الحلوه الجميله دي. عملت برضو وما نسيتش اولادي والله، وعملت لهم اكل جميل كده. عملت لهم ايه حله محشي تمام التمام، وكمان ايه عملت بقى للناس الضيوف اللي عندي الاكله دي، ناس غاليين عليا. جبت كده الراس كانت زي ما هي في الاول الفيديو زي ما انتوا شايفين، كانت يعني كامله. وديتها بس للجزار فتحها لي، وطلعت كده البتروخ زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى ان انا ايه افصل بقى الايه الراس دي، اعملها قطع صغيره لان انا هعملها في حله الضغط. وهنا كانت الطاسه على النار علشان كمان اعمل المحشي وكل حاجه كده تمام معايا. هقلب بقى البصلايه كده، تحط بقى الماده الدهنيه اللي انت حباها، تحطها كده في الطاسه بتاعتك. وبعد كده بتحط البصلايه، انا ما بحمرش البصلايه جامد يعني علشان المعده وكده زي ما انتوا عارفين ما تبوظش الدنيا. هسيب بقى البصلايه تاخد وتدي كده مع نفسها، مع بال بقى ما افصل بقى الراس دي زي ما انتوا شايفين كده. اقطعها قطع صغيره واحطها في الايه في الطبق بتاعي. هحط عليها بقى اي حبه ليمون وخل كده. بس للاسف علشان الكاميرا بتاعتي لسه جديده وكده ومش متعوده عليها، لقيت المحلول اللي انا كنت عاملاه للدماغ دي يعني مش موجود. فمش مشكله خالص، انت هتحط الايه الراس بتاعتك او اللحمه بتاعتك اللي انتوا شايفينها دي، لحمه الراس هتحطها في طبق وهتحط عليها حبه خل وليمون وحبه ايه دقيق كده. لو انتوا مش عندكم دقيق حطوا بس خل وليمون. وبحطها كده ايه شويه كده مع بال ما اعمل حاجات حواليا، يعني ما بتاخدش نص ساعه وما بتحسيش ولا بزفاره ولا اي حاجه من دي. تمام. هقطعها بقى كده واحطها في المحلول بتاعي. عايزه اقول لكم فضلت اتحايل على اولادي يعني حتى يلبسوا جوانتي ولا اي حاجه علشان خاطر يمسكوا معايا يقطعوا معايا. والله ما حد عبرني يعني ولا حد بص لي حتى. فقلت لهم ايه طيب خلاص بقى انا قويه وهعمل كل حاجه لوحدي ومش عايزه مساعده من حد. مسكتها وقطعتها ورحت حطها في المحلول بتاعي. طبعا الرجول دي كنت فاتحه عليها الميه، كنت برضو حاطه عليها كده ايه المحلول بتاعي، بس الميه كانت مفتوحه عليها وكده فما لحقتش تتعمل، فرجعت حطت لها تاني. تمام. هنا بقى كنت زي ما انتوا كنتوا شايفين كده في اول الفيديو كنت ايه بشره جزر وقرنين من الفلفل، وكنت ضربهم بعد البصلايه كده حطيتهم عليها برضو بعد البصلايه بتاعتي ما تبلت. انا ما بحمرش البصلايه، انا بدبلها بس. وبعد كده حطيت عليها الجزر والفلفل اللي انا كنت ضرباه برضو، سبتها تاخد وتدي مع نفسها. ورجعت لكم تاني بوريكم بقى الايه لحمه الراس بتاعتي خلاص كده ايه كويس. والبطروخ اهو تركينه بقى على جنب. البطروخ ده يا جماعه بيتعمل بطريقه جميله جدا، ممكن تقلي عليه بيضه كده، وممكن تعملي كده فص توم ببيضه وتروح عاملاه عليها بكذا شكل انت ممكن تعمليه. انا بصراحه عملت عليه ايه بضايه بس كده وحبه فلفل اسود وقلتهم، وجوزي بصراحه كلهم بالهنا والشفا، كان جميل وتحفه جدا الحمد لله. هنا بقى معايا كيس كده من الطماطم كنت مسبكاه نص تسبيكه كده وحطاه في التلاجة. طلعته كده وحطيته عليها واللون الاحمر الجميل ده علشان خاطر حطيت ايه قطعه كده من البنجر علشان خاطر الطماطم بتاعتي ما كانتش حمراء قوي. فده بايديكي انت ممكن تحط كده حته بنجرايه، وطبعا بتبقى غذا وانتوا عارفين يعني. فايه فبتخلي اللون بتاعها جميل. البهارات المحشي يا جماعه دي بهارات محشي اهي. هنا بقى بهارات المحشي اللي انتوا شايفينها كده دي، معلقه كبيره، حط معلقه كبيره قوي كده. انا كنت جايباه من عند العطار تحفه والله جميله بهارات المحشي. وحبه فلفل اسود والسبع بهارات، وحطيت كاري السبع بهارات وكركم، وحطيت ايه وبابريكا. وما شاء الله عايزه اقول دي لكم بقى شطه والله يعني. حله بص المحشي احط دي القليل يعني خالص كانت عشان تخش العيال جوه هتاكل القلب كده كده مش هتعرف يعني تاكل، فحطيت طعمها حاجات تحفه بسيطه. وجميل. حطيت بقى سنه شطه صغيره عشان معايا اطفال فما حبه ينفعش طبعا كاري ايه ياكلوا تكون الحاجه حراقه وكده، فبخاف بصراحه ودي بابريكا. علشان خاطر مش كل اللي عندي بياكل ايه حاجه حراقه. خلاص كده التوابل بتاعتي حبه زي ما بقى قلت كمون لكم كده. حطيتها كده. هبدا بقى ان انا ايه نسيت اقول لكم انا حطيت في الاول ودي كده الخضره ايه اللي انا منشفاها. كمون. ودي بقى الخضره شايفين اللي شكلها انا عامل كنت ازاي؟ منشفاها حط بس تحفه حبه كده وجميله. وبعد كده باخدها هجيب كده الخضره اللي وانشفها في عندي. الفرن بتاعي.
ما شاء الله بتبقى جاهزه وتحفه وجميله. وكمان انا ايه حاطه في الفريزر، لان طبعا ايه اولادي بتبقى في دروس وحاجات من دي، فما بتبقاش دايما متواجده معايا ان هي تجيب لي طلباتي، فالحاجات دي بتبقى منجزه شويه. كنت حاطه كمان الخضره بتاعتي في الفريزر، هطلعها اخد منها معلقتين. انا بقى معلقه خضره كبيره زي ما اهي انتوا شايفين، احطها وخلاص كده يعتبر المحشي بتاعي فاضل بس غلوتين واطفى عليه ويبقى كل حاجه جاهزه كده زي ما انتوا شايفين. حسيت ان الماده الدهنيه بتاعتي بسيطه شويه، فالسمنه دي انا عايزه اقول لكم عامله طريقه سمنه تحفه وجميله والله، يعني طلعت مرمله. كانت من الاضحيه بتاعتنا وكده، خدت نوع دهنه معين وعملتها سمنه مرمله وتحفه وجميله. اللي حابب يسألني على السمنة او انزلها له هنزلها له، جميلة جدا والله. بعملها في قرص وفي كل حاجة من غير ما تحسي ولا بطعم الدهن ولا اي حاجة من دي. والحمد لله بفضل من ربنا اولادي ما بتحسش باي حاجة من دي، لان طبعا عيالي لو عرفوا ما بيرضوش ياكلوا الحاجة. تمام. حطيت بقى معلقة كبيرة كده من الملح، علشان خلاص كده ايه التسبيكه بتاعتي كانت جاهزه. همسك بقى الايه الراس بتاعتي، هطفي عليها بقى التسبيكه دي واشوف بقى الايه هعمل ايه في لحمه الراس. معايا حله ضغط كده زي ما انتوا شايفين، هبدا بقى ان انا ايه احط كل الايه لحمه الراس فيها. وكانت طبعا الكوارع بتاعتي خلاص نضفت وزي الفل، يعني ما فيهاش اي حاجه. هبدا بقى اقطعها كده، وكنت بقى خايفه ومرعوبه حته ان انا ايه ما لاقيش الحله تكفيني وكده، بس بفضل من ربنا والله يعني الاكل ده كان تحفه وجميل وطريقته حلوه جدا جدا وكفه الحمد لله بفضل من ربنا. احط بقى كل حاجه عايزه احطها تستوي بسرعه. طبعا انتوا عارفين الكوارع ولحمه الراس والحاجات دي بتاخد وقت شويه، بس يعني ايه ما خدتش وقت معايا في الحله. هنا بقى هضيف الميه بتاعتي، طبعا مش هملاها للاخر لان طبعا حله الضغط بيبقى لها ايه كميه ميه معينه، يعني كميه ميه بسيطه كده بتبقى ايه نصها واقل من نصها كمان. حطيت بقى بصلتين او 3 بصلات كده وطماطميه اسماء 2 وجزرايه وورق لوري كده وايه وحبهان ومستكه، وقفلت عليها بقى وسبتها بقى تاخد وتدي على النار. يعني عايزه اقول لكم سبتها حوالي ايه بصراحه سبتها ساعه وطلعت بصوا مهلبيه كده. هسيبها بقى تاخد وتدي كده على النار، واحط بقى ايه الميه اللي انتوا شايفينها دي، عايزه بقى اغلاها كده على النار علشان خاطر هنعمل بها ايه السقط بتاعنا اللي هي الفشه بقى والحلويات والحاجات الجميله بقى دي. حطيتها كده في حله لوحدها. حطيت بقى كنت جايبه بقى بطاطس كده قطعتها وحطيتها علشان النكهه والطعم، وحطيت الورق اللوري ونص طماطميه كده اسمها على 2 وبصلتين وايه، وحطيت عود قرفه وسبتها بقى علشان النكهه بقى بتاعتنا وكده. فانا هستخدم الشوربه دي يا جماعه طبعا الايه الحاجات بتاعتنا مغسوله وزي الفل ما فيهاش اي حاجه خالص، نظيفه جدا. هحطها بقى كده تاخد وتدي كده مع نفسها. ودي هعملها ايه ان شاء الله كده ايه هعملها بعيش. حطيت بقى حبه كمون كده محترمين وفلفل اسود، وهسيبها بقى تاخد وتدي كده مع نفسها لغايه ما تتسوى ان شاء الله. هقطعها كده واللي عايز ياكل منها بعيش ياكل. هنا بقى الرز بتاعي هغسله بقى غسله تمام، علشان طبعا انتوا عارفين النشويات والحاجات اللي هي ايه اللي بيبقى لونها ابيض في الرز دي لازم تتغسل كويس وتنضف منه خالص علشان خاطر ايه الرز بتاعي بيبقى نضيف. طبعا هغسله مره واثنين وثلاثه لغايه ما الميه بتاعته تبقى زي اللي نازله ايه من الحنفيه كده. تمام. هو اللي انا بطلعه منه ده يعني ساعات بلاقي كده شعيره ولا اي حاجه من دي بتبقى المكنه مش ضرباها كويس فبعينها يعني، بس الرز نضيف والله وزي الفل. هحط بقى الخلطه بتاعتي اهيت عليه وهقلبه كده هسيب بقى ايه اسيبها كده على جنب علشان خاطر بصراحه انا كنت ناويه مش هحشي ولا اي حاجه، هخلي بقى ماما وكده واللي عندي يحشوا كده. فطول ما انا بعمل بقول لهم بصوا انا مش هعمل حاجه، بس في الاخر والله قعدت وعملت واليوم كان زي العسل. بالذات الناس اللي بتحبهم بيبقوا حواليكي بيبقى احلى لما والله يا جماعه. يعني ربنا يخلينا اهلنا يا رب ويحفظهم. بصراحه بيبقى كده بيبقى يوم جميل حلو كده يعني ما شاء الله. العجينه هي انا عايزه بقى اقول لكم بنتي كده عندي وبتعمل لي دونس، وشوفوا بقى هتعملها بأنهي طريقه. يعني هي في الحلويات حاجات بتعمل حاجات جميله. دي هنا نص كيلو دقيق، وجبت باكو لبن بودر ب5 جنيه، وحطيت عليها معلقتين خميره وميه وشويه سكر عشان الخميره تدوب وتفور معانا كده. طبعا الميه حسب كميه الدقيق اللي قدامك او نوعيه الدقيق. الدقيق ممكن ياخد
ميه كتير وساعات بياخد ميه قليله على حسب الدقيق او نوع الدقيق اللي انت اهم بتعجني حاجه بيه. ان تكون العجينه تكون طريه خالص معانا كده وفيها تلزيقه بسيطه، ونسيبها بقى عشان تخمر. هتسيبها تخمر كده؟ سيبها تخمر شويه عشان هي تخمر على مرتين. عايزه اقول لكم سبتها بقى تعمل اللي هي بتعمله ده، وقلت لها لا انا ماليش دعوه، لازما تيجي وتحشي معايا. هنا بقى مامتي حبيبتي ربنا يبارك لي فيها ويديها الصحه والعافيه، يعني بصراحه هي اللي بدات بالحشو بتاعي، وكان ابني هو اللي بيصورها وكده. فبقول لهم يا جماعه انا عايزه استراحه يعني قصيره وكده، فقالوا لي لا ما فيش الكلام ده، يلا انزلي معانا. نزلت معاهم بصراحه وقعدت كده اعمل. يعني انا كنت لابسه اللبس ده يا صراحه كنت بره، يعني كنت اصلا في الاول الفيديو كنت بره وكده، فجيت بهدومي، يعني قعدوني بهدومي، يعني ما خلونيش كده حتى ارتاح ولا اي حاجه. وبعدين لما لقيت بقى ام حبيبتي جايه وكده وقلت بقى لازم أنا اعمل الاكله الجميله دي، وعزمت بقى حبايبي اللي هم حابين ان هم طالبين الاكله دي مني اصلا. قلت لا النهارده بقى لازم كلنا نجتمع كده ونعملوها. قعدنا بقى نعمله المحشي ده، يعني عايزه اقول لكم والله حله المحشي دي تخش جوه القلب كده، يعني بصوا وتستربع، طعمها تحفه وجميل. يعني انا بوظت الدنيا خالص، انا اكتر واحده اكلت من حله المحشي دي من طعمها وجمالها، يعني بصراحه كانت تحفه خالص، وبوظت الدنيا والرجيم وكل حاجه. يلا بقى بينا نبدا بقى. بصوا انا دخلت خلاص، كانت خلصت الحلة المحشي وكده، وبنوتي بقى كده لقيتها بتجهز بقى الدونس اللي هي بتعمله. فكان النور قاطع بقى هنا، احنا اسفين على الاضاءه يعني بصراحه النور مدوخنا والله، بس احنا نعمله ايه يعني، ما فيش مشكله خالص. احنا نتحدوا اي حاجه صعبه، يعني اي حاجه صعبه هنتحدوها ان شاء الله. هبدا بقى كده، هي بتبدا بقى ان هي تفردها كده، بتقول لي انا بفردها. وبعد كده جايبه قطعه كده بتاعه الدونس، بس يعني علشان خاطر كان اليوم كده مزحوم بحاجات كتير بعملها، والمطبخ بتاعي مش واسع قوي، فعشان كده يعني ما كانتش واخده راحتها بصراحه. بتقطعها بقى كده، وبعد كده بتشيل الدايره اللي هي في النص دي، وبعد كده بتفرد لها فوطه او ورقه زبده او اي حاجه من دي، وبتسيبها تخمر لتاني مره. تمام، يعني هي بتخمر الاول وهي عجينه، وبعد كده بعد ما تشكلها. هنا بقى شايفين بقى السقط بتاعي، الفشه والحاجات دي، يعني خلاص هي دخلت في سواها. وكانت حله الضغط ده، يعني عايزه اقول لكم حسيت لي الدنيا علشان مضغوطه فيها كتير يعني، فكانت مضغوطه فحسيت لي الدنيا. حطيت بقى الملح بتاع السقط بتاعي، حطيت الملح بتاعي وتمام تمام، وسبته ياخد كمان غلوتين وخلاص كده. هنا المحشي بتاعي خلاص اهو. هبدا بقى ان انا احط حطيت بس رشه ملح صغيره خالص، وعملت ميه كده في الكتل وفضيت عليها علشان خاطر كده كل حاجه تكون جاهزه. عايزه اقول لكم ما كانش عندي عين يعني بصراحه شغاله. هنا كنت انا مسخنه ميه، انا نسيت مسخنه ميه في الحله علشان خاطر كان النور قاطع ولسه النور جاي وكده، فكنت حاطه حله ميه على النار. هنا بقى هزود بقى الميه بتاعتي زي ما انا. بصوا كنت بحط الميه، وبعد كده بهز الحله جامد علشان خاطر تاخد بقى وتدي كده مع نفسها، تشرب من تحت ومن فوق، عشان الرزيه بتاعتي ما تطلعش معجنه ولا اي حاجه، وتبقى مفرفره كده وجميله ان شاء الله. هتعجبكم جدا يعني طريقه حله المحشي دي. بعد ما عملتها كده هولع بقى عليها النار، وبعد كده بقى اول ما تغلي غلوه واحده بروح موطيه عليه. تمام، هنا بقى هنقل بقيه الميه السخنه، هزود بها كده علشان خاطر هتاخد كمان غلوه. هنقلها بس على العين التانية كده، واحط المحشي بتاعي على على العين اللي قدامي، علشان صراحه ما كنتش طايله اي حاجه، وبالذات التصوير بقى كان لخمني خالص. هنا بقى حطتها هنا. بصوا شايفين الدونس بقى، شوفوا يعني بوريكم كل حاجه احنا بنعملها في اليوم بتاعنا بصراحه. هنا بقى الدونس بتاعي كانت حاطاه كده على فوطه، يعني خلاص دخل في التخمير، وكل شويه تقول لي يلا يا ماما يلا يا ماما. قلت لها لا مش هينفع، الا بعد ما ناكل نبقى نقلوه بقى ونعملوه ان شاء الله. هنا بقى حله المحشي خلاص خدت اول غلوه، هوطي عليها بقى واحط لها الصاجه واسيبها تاخد وتدي بقى مع نفسها براحتها يعني. خلاص هنا حلة الضغط بتاعي بحسبها والله انحرقت واترعبت، بس الحمد لله الحمد لله ما اتحرقتش ولا اي حاجة، ومهلبية. يعني عايزة اقول لكم لحمة الراس والكوارع كلها كده كلها مهلبية، وفاضل مرقة حاجات بسيطة، يعني ما شاء الله ولا قوة الا بالله. كانت تحفة وجميلة كده وما شاء الله حلوة خالص. هزودها بقى كده
حبة مية من الكاتل وهخليها تغلي غلوة واحدة. وبعد كده علشان انا كنت عايزة بس المية كنت عايزة بصراحة من ورا عيالي احط كده على المحشي، بس بنتي كانت واقفة فخفت احط بصراحة. فايه شايفين مهلبية يعني، والله انا ماسكاها وهي مولعة يعني دايبة كده، دايبة الحمد لله. هبدأ بقى اغسل بقى القرف ده كله علشان خاطر احس كده ان انا بشتغل كده على نظافة. انا ما بعرفش بالذات البوتاجاز بتاعي اشتغل عليه وهو عفش بصراحة. كل ما الاقيه عفش كده في ايدي حتة واغسل فيه واظبط فيه علشان خاطر انتوا عارفين الحاجات دي ممكن تنحرق، لان البوتاجاز بتاعي كان طول النهار كمان عشان الطبخ وكده شغال، فلازما كده كل شوية المعه. هبدأ بقى كده يعني امسحه وانضفه واخليه زي الفل، وارجع الحله بتاعتي تاني. هتاخد غليه واحده بس، وبعد كده هاخد منها لحمه الراس والكوارع والحاجات دي واحطها في طاجن، هتبقى شكله جميل وهيعجبكم جدا ان شاء الله. هنا بقى هنقل الحله بتاعت المحشي على صاجه كده علشان تاخد وتدي كده مع نفسها. وهنا بقى هظبط الحدق بتاع الكوارع، لان انا ما كنتش حطيت اصلا ملح، فهظبط الملح بتاعي تاخد غلوه بقى على النار علشان خاطر اظبطها كده في طاجن باذن الله. عايزه اقول لكم كنت محتاسه، والله العظيم محتاسه، الكاميرا واقفه والعيون شغاله ومش عارفه اوصل لاي حاجه خالص. المهم حطيت كده طاسه على النار زي ما انتم شايفين، وكنت بطمن بقى على بقيه الحله اللي هي تمام التمام ولا لا، علشان كنت قلقانه خالص ان انا مش عارفه اوصل لحاجه. والله انا كنت شغاله حاسه ب4 ايادي، مش ايدين بس ولا حاجه. هنا حطيت الطاسه بتاعتي على النار ومعلقه توم كده زي ما انتم شايفين. التوم بتاعي ده انا هخليه لون الذهب كده بس، لكن مش هحمره التحمير اللي هو الجامد ده، تمام. وهحط بقى كده 3-4 معالق خل، وبعد كده هحط الصلصه بتاعتي، ودي الدقه بتاعتي اللي انا هحطها على وش الكوارع في الطاجن بتاعي. عايزه اقول لكم بتخلي الكوارع في حته تانية خالص، يعني بصراحه بتخلي لها طعم كده وريحه تحفه يعني ما شاء الله. هنا بقى احط كده كام معلقه كده من الصلصه بتاعتي. الكيس ده بصراحه يا جماعه تحفه وجميل، بتاخدي منه وتقفليه وتحطيه في الفريزر، بيبقى كده جميل وسهل كده. وممكن كمان يعني لما يخلص تغسليه وتستخدميه مره تانية، بيبقى جميل جدا. احط بقى حبه كمون كده، وبصوا بقى اسيبها بقى يعني غلوه واحده بس، يعني عشان الطماطم بتاعتي اصلا نص تسبيكه، فانا عايزه منها يعني غلوه واحده بس. وهظبط الملح بتاعها وكل حاجه. ودي الدقه بتاعتي اللي انا هعملها على وش الطاجن. حطيت بس حبه يعني حبه حباش كده. عايزه اقول لكم برضو الحباش ده عاملاه تحفه وجميل، يعني عايزه اقول لكم تستخدميه في كل حاجه. والملح بتاعي بقى ظبطت كل حاجه. هنا فضيت بقى لحمه الراس والكوارع في طاجنين كده زي ما انتم شايفين، وهزوده بس حبه مرقه من اللي هي فاضله منهم. وبعد كده هحط بقى على الوش بتاعه الدقه اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. يعني عايزه اقول لكم بصوا الطريقه، يعني كفايه الريحه، انا مش عايزه، انا يا ريتني ادوقكم والله، بس يعني بقى عايزه اقول لكم الريحه تحفه، الريحه جميله جدا الحمد لله. عشاق بالذات الناس اللي بتاكل الحاجات دي وكده، يعني بصراحه يفهموا اللي انا بقول عليه ان هي جميله وتحفه وريحتها بتبقى حلوه خالص للناس اللي بيعشقوا الاكله دي. طبعا مالكمش دعوه باولادي دول ناس تانية ما بيحبوش اي حاجه خالص. هخلص بقى كل الكميه اللي انا عملتها دي احطها على الوش، واخليها بقى تاخد غلوه كده في الفرن بتاعي. وبعدين في الاخر خالص هخليها تاخد الشوايه. وممكن ما تعملهاش غلوه ولا حاجه، هي مستبكه وكل حاجه، بس انا عايزه كل حاجه تشرب من بعضها كده، فانا بولع لها الفرن وبعدين بولع لها الشوايه. هنا بقى هعمل البصلايه بتاعتي اللي انتوا شايفينها دي، وحبه الفلفل، علشان خاطر اعمل بقى الفشه والحاجات دي هعملها كده واقطعها. بصوا عايزه اقول لكم تحفه، يعني كانت جميله جدا. قطعت بصلايه كده يعني حلقات كده، وقطعت فلفل، وكنت عايزه اعملها بصراحه دي حرقه شويه، بس برضو خفت كده اللي يقولوا ان هي حرقه وكده. وحطيت عليها معلقه توم. وبعد كده كان جوزي برضو المقطع ده، والله الكاميرا كانت مصوره مش عارفه هو راح فين، جوزي مسك كده الفشه والحلويات والحاجات اللي هي بتاعت السقط ده كله، قطعها كده بالمقص. وبعد كده بعد ما شوحتها حطيتها عليها، خدت تشويحه وخلاص. ودي كمان جاهزه معانا، والمحشي بتاعي زي ما انتم شايفين كده جاهز وكل حاجه جاهزه يعني. هنا بقى وقت التقديم، عايزه اقول لكم الحله بتاعت المرقه دي او الشوربه والله كانت هتكب عليا وتحرقني، بس بفضل من ربنا كده كل حاجه كانت، بقول لكم بصراحه اليوم كان سلس وجميل والله، وما تعبت خالص. بالذات لما تعملوا حاجه اولادك يعني
اللي انت عازماهم يعني حابينها، فانا كنت حابه بصراحه ان انا اعمل لهم الاكله دي، والحمد لله نجحت في الاكله وهم شكروا فيها، وكلك قايمين من على اكله مبسوطين خالص الحمد لله. هبدأ بقى أقدم كل الأكلات والحاجات اللي احنا كنا يعني عاملينها مع بعض. حتى المحشي والله كان هيتقلب عليا، بس الحمد لله الحمد لله فضل من ربنا. مش عارفة ايدي كانت بتزحلق ليه، يعني الايد بتاعت الطاسة بتزحلق، فمش عارفة انا كنت اكبها برضو عليا. هنا بقى شايفين بقى الحاجات بتاعتي الجميلة دي تحفة وجميلة كده، وانا بغرفها على في الطبق. عايزه اقول لكم بنتي كانت بتصورني ومغمضه عينيها، بتقول لي يا ماما انا خايفه، يعني انا قلقانه من الاكل اللي انت بتعمليه، علشان خاطر بس خايفه نقطه شوربه او اي حاجه تيجي يم المحشي بتاعنا. شايفين بقى المحشي بتاعي كده مفرفر وجميل، والرزيه كده شبعانه وجميله وحلوه خالص. هبدا بقى ان انا اغرفه كده زي ما انتم شايفين. انا بس بقول لكم يعني كان بصراحه الطبق ده عاجبني جدا، يعني انا اصلا باكل معاهم كوارع ولحمه راس والكلام ده، بس ماليش فيها قوي يعني. بس هو الطريقه دي بتاعه المحشي دي تحفه وجميله، وعايزه اقول لكم الصبح كده يخش القلب. هنا بقى الرز بتاعي كمان غرفت اهوت، وهنا الطبق بتاعي اللي هو الحلويات والفشه والحاجات دي كلها متقطعه وجميله في الطبق الكبير ده. المرقه بتاعتي بتاعه الجغل، احنا بنقولوا عليه جغل، مش عارفه بقى انتوا بتقولوا عليه ايه. زي ما انتوا شايفين بقى الطاجن، يعني عايزه اقول لكم ريحه وطعم والله العظيم اتنسف الطبقين يعني الطبقين اتنسفوا، يعني شوفوا الشكل شكله حلو ازاي. وده الطبق التاني اهوت، او الطاجن التاني زي ما انتوا شايفين كده. الاكل جاهز وجميل. عايزه اقول لكم انا قاعده اقول لهم يامي يامي، وهم بصوا مش عايزين يبصوا لي حتى. هنا الاكل ياهوت، وكان بقى عندي دوشه واولاد، وبصوا بقى يعني عايزه اقول لكم الدنيا مقلوبه ومستنيه الاكل، لان ريحته كانت تحفه وجميله. على قلبه وهنا يا رب اللي مد ايده من الاكل بتاعنا، والحمد لله كان كله مبسوط، والاكل كان الحمد لله كويس خالص. وهوريكم وانا شكلي كده باخر الفيديو. عايزه اقول لكم كنت مرهقه وتعبانه خالص، وبالهدوم اللي انا طلعت بها والله. انا خلصت خلاص الاكل يا جماعه. اتمنى بقى والله انا تعبت، بصوا العرق عامل ازاي، تعبت خالص. اتمنى بقى تجربوا الفيديو اللي احنا عملناه، والطواجن الجميله اللي انتوا شايفينها دي، والمحشي والمرقه والرز والحاجات بقى الجميله دي بقى تتاكل كده بعيش. بسم الله ما شاء الله، الاكل جميل وتحفه. اتمنى تجربوا الفكره، وما تنسوش بقى في اللايك وسبسكرايب ودعوه حلوه من قلبكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بالله عليكم مش هستاهل لايك كبير. عايزه اقول لكم خلاص قلت لهم بقى المواعين والكركبه بتاعه المطبخ. انتوا عارفين بعد الاكلات دي طبعا الواحد بيبقى تعبان وكده، فقلت لبنتي انا خلاص هخش بقى ايه انام واريح، وبعد كده اقوم الصبح يعني انضف المطبخ واغسل المواعين معاكم والله. وكنت ناويه برضو افتح كاميرا واصور معاكم وكده. بس لقيت بنتي بصراحة فاجئتني مفاجأة حلوة خالص، هوريها لكم آخر الفيديو. هنا بقى بنتي كانت خلاص بعد الأكل وكده عملت بقى الدونس بتاع اللي هي كانت عاملاه دي، الكريمة كريم شانتيه. بصوا هي بتعمل واولادي بتغمس وبتاكل، يعني كان يوم حلو بصراحة، يعني يوم جميل جدا. بتبدا بقى هي مفروض بقى ان هي تبقى فشه او مليانه شويه، فهي ما طلعتش زي ما هي حابه. هي المفروض كانت حقنتها كده بالكريم شانتيه، بس قالت يا ماما ده ما نفعتش، فحطته كده 2 فوق بعض، كل واحد فوق التانية كده، والكريمه حواليه. والله عايزه اقول لكم كان تحفه، الطبق ده كان جميل خالص. هي كانت جايه يعني بعد الاكل وكده، وكنا شاربين شاي وخلاص مش قادرين نقوم من مكاننا. حتى انا كنت خلاص لبست الاسدال بتاعي وصليت كمان العشاء الحمد لله، فقدمت لنا كده وكان الحمد لله حلينا كمان. شايفين المطبخ عامل ازاي. قلت بقى اوريه لكم، وقلت بقى هفتح كاميرا او فيديو تاني الصبح واصور لكم بقى الكركبه، كل الكركبه اللي قدامكم دي. ودخلت بصراحه انام، لان اولادي مش قلت استحاله تغسل علشان خاطر ايه هما بيقرفوا من الاكل اللي انا كنت عاملاه. فلقيت بنتي بقى فاجئتني المفاجأة التحفة دي. غمضوا عينكم وفتحوها، شايفين النظافة والله العظيم ده حاجة ايه يعني فاخر من الاخر زي ما بيقولوا. المطبخ راح زي الفل، كنستهولي وغسلت لي مواعيني والبوتاجاز وكل حاجة. يلا بقى اسيبكم على خير، وما تنسونيش في لايك وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.